الاستاذ احمد فهمي امين عام حزب مصر الديمقراطي. احمد فوزي ده صاحبنا، ده احمد فوزي ده، انا بقول مين احمد فهمي؟ استاذ احمد. ازيك يا استاذ محمود؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا اسف غلطت في الاسم، سمعت غلط، بس انت طبعا حبيبنا، انت عارف يعني. الله يخليك يا استاذ محمود. اتفضل انا يا استاذ بشكر احمد. حضرتك وبشكرك من ساعه اطلالتك ثانيه بعد 30 يونيو ان انت بتحاول تشوف خطاب عاقل ونوصل للمجتمع ده يتنقل. كلنا علينا دور ان لازم نعمله ان شاء الله يا استاذ احمد. اتفضل. الحقيقه انا اللي طلبت المداخله دي وبشكر حضرتك انك اديتني فرصه. لا يا فندم، انا تحت امرك، انا تحت امرك. لان النهارده في حادثه هي قد تبدو شخصيه او تبدو خاصه بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولكنها دليل على غياب اي دور للدوله في مصر. الدوله اللي هي شغلانتها ان هي تحتكر ادوات العنف وتعوز حاجه المواطنين، ده موجوده في كل حته في الدنيا. احنا لينا صديق قتل النهارده، قتل اسمه خالد دميان. خالد دميان وابن عمه عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اتقتل هو ابن عمه؟ اتقتل هو وابن عمه، وخد بالك حضرتك اساميهم دول مواطنين مصريين مسيحيين، مع ان ده انت عارف ان لا بيفرق معايا ولا معاك ولا مع اي حد، بس ده ممكن يودي البلد. دول اتقتلوا ازاي دول يا استاذ احمد؟ اتقتلوا لان في بلطجي. البلطجي ده مشهور جدا في ساحل سليم. فين؟ الناس اللي حرقت. فين يا استاذ احمد؟ بلطجي يا استاذ محمود. مشهور فين؟ هو فين؟ في اسيوط، وفي منطقه اسمها ساحل سليم في اسيوط. ساحل سليم؟ والمنطقه دي الراجل ده شارك في حرق اسم اسيوط في الاحداث الاخرانيه اللي بعد 30/6، واسمه معروف، وطلب من صديقنا رشوه انه يفرض اتاوه عليه 10000 جنيه، واتصل بيه في التليفون. فصديقنا الله يرحمه هو وامين ساحل سليم في اسيوط عندنا وامين المحليات بتوعنا راحوا عملوا محضر في الاسم اللي المفروض لما يحصل حاجه زي كده يحمي المواطن. وبعدين بعد كده اشتكينا لمساعد مدير امن اسيوط، وبعد ما اشتكينا لمساعد مدير امن اسيوط الراجل ما عملش حاجه، وصديقنا ده راح له قال له انت اشتكيت وانا جاي لك اضربك بالنار، وراح وقتله وضربه بالنار. والمؤسف كمان يا استاذ محمود ان الداخليه ما عرفتش تامن النيابه بعد ما اتقتل، يعني البلطجي بيدي درس للدوله كمان. ما عرفتش تامنه بعد ما اتقتل ان هم النيابه تخش تعاين الجثه وفق الاجراءات القانونيه، ولا حد راح من الطب الشرعي يروح ساحل سليم، وتقريبا الراجل ده لحد دلوقتي لسه ما اتدفنش. انا يا استاذ محمود بكلم حضرتك على حزب في جزء منه في الحكومه، يعني يعرف يوصل صوته للحكومه. انا بقى بالله عليك عايزك تقول لي بقيه المواطنين المصريين اللي بيعانوا من البلطجه دي بيعملوا ايه؟ وايه المطلوب مننا تاني زي ما حضرتك كنت بتقول عشان وزاره الداخليه تشتغل؟ نفسي اعرف ايه المطلوب. شبابها كلهم طلعوا براءه. طب احمد خلينا نمشي واحده واحده كده. الاستاذ خالد الله يرحمه وابن عمه راحوا بلغوا. انا اسف على انفعالي يا استاذ محمود. لا بالعكس انا محترم مقدر شعور مشاعرك. انا بس عايز اخدها واحده واحده. هما الاثنين راحوا مديريه امن اسيوط قدموا بلاغ ضد. الاول راحوا اسم ساحل سليم. اسم ساحل سليم قدموا بلاغ ضد البلطجي ده. قدموا بلاغ ضد البلطجي ده معروف. محدش عبرهم وهم عارفينه. وبعدين صديقنا هلال عبد الحميد اللي هو امين المحليات، وكمان زوج النائبه سناء السعيد المحترمه اللي هي كانت نائبه الدايره في الحته دي، كان المساعد مدير امن اسيوط، وقال له حصل كذا كذا يا سياده مساعد مدير امن اسيوط اللي انا بطالب ان وزير الداخليه يمشيه النهارده، ده ما ينفعش يقعد، حرام، عشان الناس اللي اتحرق دمها وماتوا دول. فالراجل عرف ان في تبليغ فهدده وقال له انا جاي لك انا وجيشي. بص حضرتك الامور وصلت لايه، وجيشه ده عنده جيش. وده الوقت ما بين التبليغ للقتل كان في وقت قد ايه؟ ده من امبارح يومين يا استاذ محمود. يعني عدى يومين البلطجي يجهز نفسه. يا استاذ محمود. والراجل ده معروف. والمؤسف بقى يا استاذ محمود ان الراجل ده ما اتقبضش عليه بعد ما اتقتل. لا، والداخليه عاجزه عن ان هي تامن حد يروح للنيابه العامه يعاين الجثه. فالناس اهالي الراجل، انا عشان بس اوصل حتى كمان الاحتقال ممكن يوصل لدرجه ايه، والشباب بتوعنا بتوع الحزب نقلوه في عربيه ربع نقل مش لساحل سليم لمستشفى اسيوط عشان يتعاين الطب الشرعي. وتاني بقول لحضرتك احنا مش ناس قليلين ولا انا اسف اني بستخدم الاساليب دي، ده احنا عندنا ناس في الحكومه وبتعرف تكلم وزاره الداخليه. ايه المطلوب تاني؟ انا تاني بقول انا ما بقولش ده عشان موضوع خالد رغم ان قلبي محروق علينا وزمايلي في الحزب، واحنا كان لينا شهداء واستحملنا يا ابني 25 فيديو. ايه المطلوب من الداخليه تاني عشان تشتغل؟ ممكن حد يقول لنا خير ان هم يطلعوا علينا ناس تشتمنا بالليل او النهار وتنصح الاحزاب ان هي احزاب وحشه والافضل نرجع زي الاول. انتوا
عندكم يا احمد على يعني ما فهمت دلوقتي انه عندكم الدكتور الببلاوي والدكتور زياد. وبصراحه كل الحكومات اللي جت قبلها وكل الحكومات اللي جت من بعد 25 يناير بغض النظر عن موقفنا منها واقفه لغز قدام عجز الداخليه. زي ما حضرتك كده كنت بتقول، ايه المطلوب عشان الداخليه تشتغل؟ مفيش ولا واحد فيها اتحاكم على الاحداث اللي حصلت في اي حاجه. شلناهم على دماغنا وراسنا من فوق وصالحنا. بدلات في بدلات، قانون طوارئ شغال، وانا هقعد اجري ورا الاخوان المسلمين والاخوان المسلمين يجروا ورايا والبلطجيه ماشيين في الشوارع وتجار المخدرات ماشيين في الشوارع والناس بتتكلم في دستور و219 و2 ومش عارف الاكل ايه والشرب ايه وبتاع ايه، والناس مش قادره تودي ولادها المدارس. لو مش عارفين يشتغلوا زي ما حضرتك قلت هم يشوفوا حد تاني يشغلهم. ما هو احنا مش، وبعدين ما ينفعش كل شويه واحد يجي يطلع يقول لي انا بضحي بروحي. ما حضرتك شغلانتك تضحي بروحك علشاني. انما لما يوصل انك، وخد بال حضرتك دول مواطنين مصريين مسيحيين في قريه اسمها دلجه في المنيا متحاصره بقالها اكتر من شهر. انا كنت هتكلم عنها النهارده فعلا دلجه دي. ومحدش بيعمل حاجه وبترداسه كده. طب لما انت فرض لك قانون طوارئ والناس اي حاجه انت بتعملها بتقول معلش، ولو في تجاوز بالحريات العامه بنقول معلش، وحضرنا بعض ومسكنا ايد بعض في 30/6، ايه المطلوب مننا تاني عشان نتحمي؟ بنروح نبلغك ما بتعملش حاجه. اطلع للناس وقول لهم انا مش قادر اعمل عشان الاسباب الاتيه. بره فكره ان انت بتجري ورا الاخوان والاخوان يجروا وراك. احنا جبل بلطجه. انا في منطقه في واحده من احياء القاهره الراقيه بشوف ولاد عندهم 14 و15 سنه ماسكين سلاح ما ينفعش يبقى في ايديهم. بشوف شباب على المناطق بتشرب مخدرات علني واقفه في الشارع. لا ما بقاش ينفع يا استاذ محمود. دستور ايه اللي احنا بنتكلم فيه وانتخابات ايه اللي بنتكلم فيها اذا ما كانش فيه امن بيحسس المواطن ان انا خايف اودي عيالي المدارس وانا اقدر ارفع سماعه التليفون اكلم اصدقاء ليا في الوزاره. لما انا ابقى عامل كده ولما الراجل ده راح لحد نائب مدير الامن وعمل كده، المواطن الطبيعي العادي يعمل ايه يا استاذ محمود؟ والموضوع ده لازم يتشاف له حل جذري. لا في استثمارات هتحصل في البلد ولا في شعور امن هيحصل في البلد ولا هنحصل من الحاله اللي احنا فيها لما نفتح ملف وزاره الداخليه دي ونشوف هنشتغل فيه ازاي. وانا عندي استعداد اتحمل شتيمه في الموضوع ده واراهن حضرتك انه كمان شويه ناس هتقول لك دول اصلهم خلايا نايمه. الموضوع تجاوز الحد. لازم حد يفتح الملف ده ونشوف الناس دي طلباتها مننا ايه. هل نهاجر من البلد؟ هل نعتذر لهم ان احنا عملنا ثوره؟ في حاجه في وزاره الداخليه بتقول ان احنا كاننا بنتعلم الادب على ان احنا عملنا ثوره، واحنا مش هنتعلم الادب.